وتسبيحة واحدة في لحظة واحدة. سبحان الله، هذه التسبيحة أعظم عند الله وأبقى أثراً وأطيب نتاجاً من كل ذلك الملك العريض. حقيقة واحد موحف أنه يقضي هذه الأوقات ولا يقول سبحان الله، هاي مو خسارة؟ في الرواية أن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: من صلى عليك مرة صلى عليه 70,000 ملك. الإنسان في ثانيتين يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يصلي عليه 70,000 ملك. يعني شنو يصلي عليه 70,000 ملك؟ يعني يطلبون من الله له الرحمة. حقيقة هذا ما إله قيمة عند الله. الإنسان يقضي أوقاته، يقضي ساعاته في الكلام الفارغ، أو يسبح الله، يذكر الله. الذكر اللفظي مهم جدا، ومن الضروري جيل الشباب وجيل الشيوخ نحن جميعا أن نعيد هذه الحالة. الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يذكر الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وحتى في المخدع، قل سبحان الله ونم، لأن هذه الكلمة أفضل من ملك سليمان بن داود.